كان ما تنجمش تعدي 30 دقيقة بينك وبين روحك من غير ما يهدوا عليك أفكار ما توفيش. الفيديو هذايا ليك انت. وانا اليوم مروح من الخدمة كيما كل يوم شفت قطوسة صغيرة ميتة على الحافة متاع الكيال. بارتي كبيرة فيا قالت لي مهدي هذه حاجة تصير كل يوم، في ولاد صغار قاعدين يموتوا في غزة كل يوم وبرشا عباد ما تتحرك لهم حتى شعرة. اما فما بارتي صغيرة فيا بتاع مهدي عمره 5 ولا 6 سنين، وهو اللي اختار الفكرة متاع الفيديو هذا. وقفت في بلاصتي وقال لي مهدي شنية الحاجة اللي تمنع باش تقف تهز القطوسة تعمل لها بر؟ يمكن هي ما عندهاش اسم، تعطيها انت اسم وتدفنها كيما كنت تعمل وانت صغير، تاخذ لوحه صغيره تكتب فيها الدات نتاع اليوم والاسم اللي عطيته. الحقيقه حد شيء من الحكايه مهدي الصغير صار. كملت نمشي على روحي اما قعد لي اكبر سؤال، يا اخي العمر والا الرقم الموجود في بطاقه التعريف هو اللي يتحكم في تصرفاتي، ولا اصلا شبيني انسان حساس برشا ونخبي باش نبان كيف ندير؟ كانك طفله والا طفل بالسهل تحس انك توجع وديما تخبي الحاجه هذه. نحب نفرحك ونقول لك اللي عندك قوه خارقه باش تعرفها بعد شوي. 30% من سكان الكرة الأرضية يتكون من ناس حساسة برشا، أما المشكل اللي ديما الأغلبية باش تربح. 70% اللي ماهمش كيفك باش يحسوك اللي أنت إنسان ضعيف كان تستعمل الأحاسيس نتاعك قدامهم، وتولي تبني حيط كبير ما بين الحاجات اللي باش تحسهم بالرسمي وردة فعل اللي باش يخرجها بدنك. برشا رجال ما تحس وتكلم العباد اللي تحبها وتخرج الأحاسيس اللي فيها إلا ما تبدا شاربة وإلا تحت مواد مخدرة، على خاطر الحيط اللي كنت بانيه وأنت شارب باش يطيب. برشا بنات ما يبكيو وكان كيبداو وحدهم في البيت على خاطر كان باش تبكي قدامهم باش يقولوا عليك انسان ضعيف. ما عنديش برشا من اللي بديت نسمع في اوديو بوك عملوا ريك روبن The Creative Act A Way of Being، وفما فازة يقولها عجبتني برشا. The best artists tend to be the ones with the most sensitive antennae to draw in the energy resonating at a particular moment. يعني اكبر الفنانين في العالم هما اللي عندهم قرون الاستشعار باش يجبدوا الانرجي اللي دايره بهم في لحظات معينه. يعني كي تشوف حاجه خايبه ما تنساهاش بعد نهار ولا نهارين ولا عام ولا حتى 10 سنين، تكون صومي الاحساس هذاك وتعيش بيه، واللي باش يصنع في شخصيتك برشا حاجات مميزه والا برشا مشاكل نفسيه. وانا ما وقفتش على الكتاب هذاك وكهو، فما احصائيات تقول اللي في كل 100,000 ارتيست فما 33 منهم ينتحر، بينما كان تاخذ 100,000 انسان عادي فيهم 12 اكهو ينتحروا. يمكن الرقم يبان صغير خاطر هنا نحكيو على الانتحار، والرقم هذا اقل ب3 مرات مقارنه بالفنانين. وعلى فكره من اكثر الاسباب اللي تخلي الناس تنتحر هي المشاكل النفسيه. الانرجي الباهيه والا الانرجي الخايبه ديما تقعد انرجي، كيما تكون سماها لازمك زاده تخرجها، على خاطر كان باش تبني لها حيط باش يجي نهار وباش يطير. انت تفكر معايا وانت صغير عندك صاحبك اللي ديما ما يركحش يقوم الصباح بكري ويرقد كان في الليل المخ، ولا تنجم تكون انت الانسان هذا على خاطر انت صغير كي تكون صومي انرجي وتحب تخرجها ما يهمكش في العالم شنو يكون فيه. تمشي تتشعبط في شجره، تدخل تعفص في الطبعه، تنقز تشرقحها بالبكاء وتقيم الجيران، ما يهمك في حتى انسان بالعباد اللي دايره بيه. اما كي تبدا تكبر المجتمع يقريك درس، كي يا اخي تو مازلت تتصرف كالصغار يخش بيك صغير في مخك، يخش بيك هكا ويخش بيك هكا، وبشويه بشويه باش تبدا تهز كعبات الياجور نتاعك وتبدا تبني في الحيط كيما يعمل اي انسان في الكره الارضيه الكل. انا كطفل نحب نسلك قداش من مره جيت في مخك تحب تخرج للبطحه نتاع الحومه وتبدا تكور ركيبك مزلوعه وكلاستك منقوبه والعرق يجبد وما يهمكش شنو باش يصير في بدنك، اللي يهمك الكل انك عندك انرجي مكونسوميها عندها بيريود، سواء من ستريس تاع الخدمه ولا تاع القرايه ولا الله اعلم بيك شنو الضغط اللي جاي عندك. كانك طفله بازرك تحب تاخذ بافل كبير قد الدار يشرقع بالمزود وانت تشطح من الصباح لليل، ما يهمك في حتى حد شنو باش يحكي عليك ولا شنو باش يقول عليك. اما خساره 70% اللي ماهمش كيفك هما اللي باش يتحكموا فيك كيفاه تحس وكيفاه تتصرف، وهما بيدهم 70% هما اللي باش يقتلوا الارتيست اللي فيك. صدقني كان عندك الحاجه هذه نحب نقول لك اللي هي نعمه، خاطر لا يجي يخترعها العلم ولا تنجم تشريها بالفلوس. وسؤالي ليك باش تقعد ديما تتصرف كيما العباد تحبك تتصرف وتخلي الانرجي الخايبه كلها فيك، والا باش تبجر روحك تستعملها في حاجه انت بالرسمي تحب؟ والفيديو اللي تفرجت فيه انت تو تعمل لي اليوم من الانرجي خايبه كونسوميتها من قطوسه شفتها ميته على الحافه.